شوف أنا أول شيء أرفض الإساءة لأي كائن، فما بالك في الإساءة لبقبق العين، جيشنا العربي، جيشنا المصطفوي، أولادنا، أولاد أهلنا، أبونا وعمنا وخالنا وحامينا. أنا اليوم لما بكون قاعد في مجلس النواب، تعرفي مش في داخل المجلس، مناسبات كثيرة بتأخر الواحد. لما قاعدة بنتي تطلع من البيت بتروح عند أختها، بتروح عند دار عمها، وبتروح عند صاحبتها، والله بنطلع بنص الليل بقول لك نص الليل، وبرجعوا بنص الليل واحنا مطمئنين. الحمد لله رب العالمين مش موجوده عند كثير من الناس. نعم. مش بس الدول العربيه والدول الغربيه وامريكا مش موجوده. الله يحفظها النعمه على الله البلد. يحفظ هالنعمه. هاي النعمه ما اجت ببلاش، ما اجت لحالها هيك. صحيح. ما اجت لحالها. لو فيش اجهزه امنيه وفيش امن عام وفيش جيش، ما يعني، وفي شعب واعي بلا شك، ما تحققت هاي الحكي. فكل التحيه لجيشنا، وكل التحيه للجهات الامنيه، وكل التحيه للامن العام، وكل التحيه للناس المنتمين لهذا البلد. اليوم سيدنا حكى انه في ناس تجيهم تعليمات من الخارج. صحيح. واحنا كل الثقه انه راح ينكشفوا، وراح تكشفهم مؤسساتنا الوطنيه اللي قادره ان تكشف كل هذا الحكي، وتبينوا للراي العام كله انه فعلا في ناس كانت تشتغل هذا الحكي.